ازيكم اخباركم ايه؟ فلسطين الكلمه اللي لما بنقولها بنحس بمجموعه مشاعر غريبه ممتزجه مع بعضها. عارف انت اللي هو مشاعر بالحب والحنين ممتزجه بمشاعر من الشفقه والحزن، ومعاهم كمان احساس بالخوف من الضياع والهزيمه. لما بتتقال الكلمه دي قدامنا بنتخيل شويه اننا حررنا القدس وصلينا في المسجد الاقصى المبارك وطردنا الكيان المحتل ده من المكان، وبرضه بتراودنا تخيلات بتوسع السرطان الصهيوني في البلاد اكتر واكتر واستمرار فسادهم فيها، ويكتمل الموضوع بهدمهم للمسجد الاقصى المبارك واقامه هيكل سليمان المزعوم في وسط فرجه ومشاهده صامته زي ما احنا عاملين دلوقتي. فلسطين اللي ما بقيناش عارفين بالظبط نعمل تجاهها ايه، لا في ايدك انك تحارب بشكل منفرد زي زمان، ولا في ايدك حتى انك تروح يمت هناك، فما بقيناش عارفين ايه رده الفعل اللي المفروض ناخدها تجاه القضيه. كل اللي بقينا بنعمله اننا بنسكت وبنكتم الكلام جوانا وبندعي ربنا ان يتفتح لنا اي طريق يمكن من خلاله نعمل اي حاجه. لكن وحط تحت لكن دي 1000 خط، في ظل ما انت ساكت كده وكاتم جواك عايزك تبص كده للمشهد اللي حواليك وفكر فيه كويس. من سنتين بس كانت دولة الكيان بالنسبة للعالم هي أرض الأحلام وراعية الديمقراطية في الشرق الأوسط، وكان بالنسبة لهم الفلسطينيين ما هم إلا شوية عرب عاملين قلق للكيان ومش عايزينه يتقدم أبدا ولا ينشر السعادة والحب في دول المنطقة. وطبعا أنا كلامي على الناس اللي خارج العالم العربي والإسلامي اللي الفكر الصهيوني مسيطر على عقولهم بشكل كبير. وبرضه مش هنروح بعيد ونطلع بره بلادنا العربية، لأننا لقينا شوية ناس خلينا نقول عليهم مستعربين بدأوا كده يطلعوا بشوية أفكار غريبة، اللي هو ما تسيبوا الكيان ده في حاله يا جماعة، دول ناس لذيذة والله، وإيه المشكلة يعني لما ناخد شوية على قفانا، بس ادينا عايشين والدنيا زي الفل يعني، والجماعة بتوع فلسطين دول مش لازم يفضلوا قاعدين هناك يعني، ما أرض الله واسعة. طبعا دول ناس مالناش دعوة بيهم أصلا، دول أقل من إننا نرد عليهم. لكن الملاحظ في آخر سنتين إن الرأي العالمي اتغير 180 درجة قصاد القضية الفلسطينية. الصورة النمطية اللي حاول يصدرها الإعلام الغربي واللوبي الصهيوني في بلاد الغرب عن العرب والمسلمين وقد إيه هم ناس متوحشين، وفي المقابل نشر الروايات الصهيونية المغلوطة وبرمجة الجمهور على الاعتراف بالكيان واعتباره ان هو صاحب الحق وان الدولة الاكثر اخلاقية في العالم. الكلام ده انتهى خلاص، وكل حد من الناس اللي كانوا ساكنين في البلاد اللي كانت بتدعم الكيان ده بقى عارف دلوقتي كويس قوي ان في ابادة جماعية بتحصل للناس في غزة، وان افراد جيش الكيان متهمين انهم مجرمين حرب والعدالة بتطاردهم في كل مكان. والمفارقة الغريبة في الموضوع هنا ان السلاح اللي كانوا بيستخدموه عشان يبرمجوا بيه عقول الناس ويوجهوهم لدعم الكيان اتحول لسلاح مضاد كان من خلاله اتعرف الناس على الحقيقه والجرائم اللي بتحصل. مواقع التواصل الاجتماعي اللي اتعملت اصلا عشان تدي حريه اكبر لنشر الافكار الصهيونيه وتحاول تغير من ثقافه الناس وتوجهاتهم في العالم، هي نفس المواقع اللي اتاحت للناس بنشر الاحداث المرعبه والجرائم والاباده اللي بتحصل، بعيدا بقى عن الاعلام الرسمي المضل. وبالرغم بقى من محاولاتهم البائسه، بس الهدف المره دي كان في مرمى. التحول اللي حصل ده غير بشكل كبير الرأي العالمي، والموضوع بقى ملاحظ مش مخفي على حد، وبقينا نشوف مظاهرات وفعاليات داعمة لفلسطين في كل مكان، والجماعات في أوروبا وأمريكا ما بقتش بتخلص من مظاهر الدعم لفلسطين والمطالبات الكتير بقطع الشراكة والتعامل مع الكيان. مغنيين وممثلين كتير جدا أصبحوا من مناصرين القضية الفلسطينية وبيعلنوا ده بشكل رسمي سواء في حفلاتهم أو في ظهورهم الإعلامي. مؤثرين كتير كانوا داعمين للصهاينة وفكرهم اتغير تماما زي بيرس مورجان وغيره، ولقينا سياسيين ونواب ومفكرين توجهاتهم اتغيرت برضه وبقوا بيدعموا القضيه بشكل علني، حتى ان دول كتير اعلنت نيتها رسميا الاعتراف بدوله فلسطين، واللي اكيد من اهمهم بريطانيا وفرنسا وكندا. وانا باعتقادي الشخصي ان لو فعلا الدول ديت اعترفت بفلسطين وخاصه فرنسا وبريطانيا هنلاقي طوفان من الاعترافات والدعم من دول كتير جدا حوالين العالم لفلسطين، وكانه طوفان الاقصى مداه سمع في الدول دي اللي كانت ابعد ما يكون عن دعم القضيه الفلسطينيه. السيناريو اللي شفناه خلال السنتين اللي فاتوا دول من بدايه الحرب ولحد الآن بيدينا مؤشر قوي على عودة فلسطين من جديد. طبعا السؤال اللي بيراودنا دلوقتي عودة فلسطين ازاي واحنا شايفين الكيان ده مستمر في الفساد بتاعه سواء جوه فلسطين او بره فلسطين، ولسه زي ما هو مستمر في الإبادة، حتى انه وصل بيه الامر انه اخذ قرار بالعودة لاحتلال قطاع غزة من تاني. ده غير طبعا ازدياد وتيرة القصف والتدمير وتعمدهم لاستهداف واغتيال الصحفيين اللي هم الصوت الباقي لنشر الحقيقة وتوصيلها. لكن هنقول ايه للكيان المجرم؟ فربنا يرحمهم ويتقبلهم عنده من الشهداء. لكن الفكرة مش بتكمن هنا، الكيان ده أصلا بيفسد من يوم ما ظهر في المنطقة. الفكرة إن الكيان بدأ يتآكل داخليا وخارجيا بشكل ملحوظ جدا. داخليا وكلنا عارفين كم الانقسامات اللي جواه والمشاكل اللي هو بيحاول يداريها عن العالم، وهم في الأول وفي الآخر مجموعة أغراب هيفضلوا منقسمين ومتفرقين مهما جمعتهم الأسباب. وخارجيا عن طريق تآكل الدعم والشعبية، وظهر قدام العالم كله إن هو مش كيان عايز بس يرجع أرضه وملكه زي ما بيزعم، لا ده هو كيان استيطاني الهدف إن هو يحتل
يحتل الأرض ويطرد أهلها منها. الكيان اللي بقى منبوذ من كل حتة في العالم أصبح دلوقتي بقى متعلق بشيء واحد بس، وهي الإدارة الأمريكية الحالية، واللي لو تخلت عنه هو مع السلامة بقى كده. تخيل معاك كده ترامب وإدارته مش موجودين، وكان البديل هو إدارة هتسمع لكلام الناس في الشارع الأمريكي، وده مش بعيد أبدا لأننا لاحظنا ناس كتيرة منهم بقت ضد الكيان. فده لو حصل فعلا أنت هتلاقي الكيان ده، ولا مؤاخذة في الكلمة يعني، متعري، ومش هتلاقي له ظهر يتسند عليه، وده طبعا هيخليه يعمل ألف حساب لو حاول إن هو ياخد أي قرار أو خطوة في المنطقة. الخلاصة وعلشان ما نطولش في الموضوع والوضع لا يحتمل الكلام الكتير أصلا، فالكيان ده وبالرغم من الجرائم اللي هو بيرتكبها واللي ظاهرها إنه مش شايف أي حد قدامه ولا عامل اعتبار لأي بني آدم في الكوكب، فهو في الحقيقة بيودي نفسه لطريق مش في صالحه خالص. وكونه بيشن حرب همجيه على قطاع غزه ومسيطر على فلسطين كلها تقريبا، فده لا يعني ابدا انه انتصر في المعركه، هي بس جوله عنيفه شويه. والحقيقه من وجهه نظري برضه ان دي بدايه نهايته وبدايه عوده فلسطين، والدعم اللي كان بياخده من دول اوروبا ومن امريكا هيقل كتير جدا، وخاصه مع الاجيال اللي جايه. وده طبعا ما يتفهمش ان هزيمتهم هتيجي من الغرب او من امريكا وانت قاعد بتتفرج، الكلام ده انساه، عمره ما هيحصل. لكن يتفهم انه هيتفتح لك طريق جديد تعرف من خلاله انك ترجع وتاخد حقك من تاني، وهيكون الطريق ده هو بدايه عوده فلسطين ان شاء الله.